مساء الفل عليك. الاهلي يتعادل للمره الثانيه على التوالي مع نادي سموحه في الدوري، يبقى تاني الدوري بعد فوز بيراميدز على نادي الاسماعيلي النهارده في ماتش الساعه 4-2-1. المباراه دي كشفت لك حاجات كتير قوي. كشفت لك اول نقطه ان انت محتاج مهاجم. لا تقول لي كهربا ولا موديست ولا زعلوك ولا صلاح محسن، بالنسبه لي الاربعه اربع صفار، بدون النظر الى مستوى موديست اللي ممكن يتحسن او حتى كهربا اللي لسه اساسا عنده وقف قيد وعنده مشكله. كنادي اهلي ما ينفعش يبقى عندي المشكله دي، ما ينفعش يبقى المهاجم عندي عنده مشكله لازم انا احلها او هو يحلها او انا اشوف مهاجم محترم يقود الهجوم بتاعي. ما ينفعش كل الهجمات دي واطلع 0-0. سموحه عنده دفاع قوي بس ما ينفعش يبقى كده. اهلا بيكم في ملعب صفوت ونبدا حلقه جديده من الدوري المصري مع الاهلي. تشكيل مباراة النهارده كان الشناوي وربيعة ومنعم، وعلى اليمين أكرم توفيق، وعلى الشمال عودة ملك الحلول وعلي معلول، نص الملعب مروان عطية وإمام وقفشة، وعلى اليمين كريم فؤاد، وعلى الشمال حسين الشحات، وراس حربة وحيد صلاح محسن اللي أنا شايفه مش راس حربة ولا حتى جناح، وأنا شايفه يبقى موجود في النادي الأهلي أصلا. أنا فاهم بس سموحة يمتلك مدرب قوي جدا وأنا بحبه جدا على المستوى الفني، اسمه احمد سامي. مدرب شاب، مدرب بيفهم وبيقرا كل فرقه على حده، بيقرا كل فرقه لوحدها. لان الاهلي بيهاجم ويمسك نص الملعب ويمرر، خنق الاهلي بقى بيدافع واحده واحده. بتلاقي خطين دفاعيين 4-4-1، بتلاقي دايما الاربعه دول ثابتين، بتلاقي الاربعه اللي قدام موجودين، بتلاقي حسام حسن، بتلاقي اللي هو اللاعب اللي وراه كمان اللي هو حسين فيصل بيضغطوا دايما، بتلاقي حسام حسن بيضغط على قلبين الدفاع، وبتلاقي حسين فيصل بيضغط على مروان عطية عشان يغلطوا. في نفس الوقت بتلاقي اتنين من الثمانية اللي بكلمك عليهم في الخط التاني، الأربعة الأولانيين التانيين بيضغطوا على إمام عاشور وكمان محمد مجدي قفشه. فبتلاقي إن مفيش مدد أو إمداد أو تمويل لهجوم النادي الأهلي، وتلاقي دايما خنقة، بتلاقي دايما على كل كورة 3 و4 لعيبة. طبعا دفاع سموحة، وطبعا هو ده اللي كان عايزه إنه يخرج بنقطة، بالنسبة له مكسب كبير، بالنسبة لنا خسارة كأهلاوية، بالنسبة لنا خسارة طبعا. نهايته هجمات كتير جدا جدا جدا، مفيش هجمه فيهم واعده، مفيش هجمه فيهم تقف، مفيش هجمه فيهم تقول يا دي ازاي عدت، مش الكلام ده. مفيش غير بس كوره كانت محمد مجدي قفشه في الدقيقه 35 سددها، جت فوق العارضه وكانت ممكن تكون فيها الروح، ولكن برضو ما كانتش بالخطوره ولا حتى بين الثلاث خشبات، او حتى كانت تقدر تقول ان هي خطيره. زي ما قلت لك دفاع سموحه بيجري مع كل كرة. دفاع سموحة ما بيتقدمش نهائي في الشوط الأول. على مستوى الشوط الأول مفيش دقة تقدم، مفيش غير بس زي ما قلت لك حسين فيصل وحسام حسن بيحلقوا كده من بعيد على المدافعين ونص الملعب اللي هو مروان عطية. ولكن كان في شلل للأطراف الهجومية بتاعتك. ليه؟ لأن هو كل كرة طالعة من أي طرف، علي معلول وحسين شحات في الشمال أو كريم وأكرم من اليمين، مفيش أي كرة بتعدي. مفيش أي كرة بتعدي حرفيا. أنت تلاقي 3 و4 لعيبة على الأطراف، شيء صعب جدا على أي أجنحة أو أي أطراف. وده اللي كان عايزه. مع نهايه الشوط الاول ابتدينا الشوط الثاني، مارسيل كولر ادى اللعيبه دوش سخن، نزلوا ابتدوا يعملوا اكتر من هجمه، كوره تعدي من قفشه يصدرها الدفاع، كوره من اخطر الكور برده في الشوط الثاني ده صلاح محسن طبعا، اللي انا ما بقتش اقتنع بيه اصلا كلاعب في النادي الاهلي. كوره تقطع من نص الملعب، وخد بالك ده من النوادر لما تقطع كوره من نص ملعب سموحه، ده كان قليل، او لو كان قليل فانت ما عرفتش تستغل ده وتعمل كوره اسرع وتقدر تجيب اهداف، لان من النادر لما تقطع كوره في نص الملعب وتعمل هجمه مرتده على دفاع سموحه المتكتل اللي دايما راكن الاتوبيس ورا. كوره من علي معلول ارضيه على الناحيه اليمين تعدي له، صلاح محسن اللي سددها ارضيه ويشيلها لاني سليمان ببراعه. ضغط كتير من الاهلي كالعاده، محاولة اختراق، محاولات تسديد، محاولات لأي شيء في عرف كرة القدم، ولكن دفاع سموحة دايما فايق ورايق لأي كرة وبيقطع أي إمداد وتمويل للهجوم الأهلي. وصلوا الماتش الدقيقة 70 ابتدى أحمد سامي يفكر إن هو يخطف جون وعادي، ليه يطمع في ال3 نقط؟ إيه المشكلة يعني؟ إيه اللي هيخليه إن أنت تمنعه؟ ابتدى يعمل تغييرات هجومية لأنه لقى إن المهاجمين بتوعه نص ملعب تعبوا من كتر الروح والجاي على المدافعين وعلى الضغط على المدافعين الأهلي ونص ملعب. في الدقيقة 72 ناحية حسين الشحات 1-2 عرضية لحسين الشحات ممتازة تعدي من كل الناس، وإمام عاشور كان طلع لها، لو كان لمسها كانت بتجون 100% لأن كان الجون فاضي، ولكن المدافع يشيلها من قدام دماغه ببراعة. وبصراحة دفاع النهاردة سموحة لازم ياخد 10 من 10. في الدقيقة 80 نزول زعلوك ونزول كمان عبد القادر وخروج كريم فؤاد وخروج محمد مجدي قفشه، ولكن ده ما غيرش في الواقع كتير. هتقول لي انت ما عندكش مهاجمين، طب انا نزلت زعلوك ليه؟ ما عنديش حلول، موديست مصاب والكهرباء موقوف، طب اعمل ايه؟ شفت احنا وصلنا لغايه فين؟ دفاع قوي من نادي سموحه، ولكن تنتهي المباراه نتيجه 0-0 رغم كل المحاولات الاهلاويه، وده يكشف لك حاجات كتير جدا ان انت ما عندكش مهاجم ومحتاج مهاجم. انتظرونا ان شاء الله في حلقات جايه كتير مع ملعب صفوت. لو انت لسه بتسمعني لاخر الفيديو بقول لك شكرا،
واعمل لايك للفيديو واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. شكرا.